ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المخللات من الحاجات اللذيذة جدا كلنا بنعشقها، ومن الحاجات الأساسية معانا في سفرة رمضان. نقدر نعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وبطريقة مش مكلفة خالص. النهاردة بقى جايبه لكم طريقة جبارة جدا بتخلي طعم المخلل بتاعنا مزز كده في الطعم. هنعمل مع بعض الليمون المعصفر، وهنعمل كمان تخليل اللفت والقرنبيط والجزر والخيار. تابعيني لاخر الفيديو، هتلاقي معانا تريكات تستفيدي منها، وكمان هقولك كمان على طريقة تخلي المخلل بتاعك يقعد معاكي لسنة واكتر. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو بتاعنا تعملي لنا اشتراك ولايك وشير، واضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا الاقتصادية البسيطة اللي على قد الايد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ أول وصفة في المخلل بتاعنا. أول حاجة احنا بقى هنا هنخلل اللفت والجزر. أنا بحب أخلل اللفت والجزر مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. أنا جايبة كمية لفت وجايبة كمية جزر زي ما انتوا شايفين كده، نضفتهم كويس جدا. بس هبدأ أقطعهم معاكم في الفيديو. هجيب القطاعة بتاعتي اهي، وابدا اقطع اللفتايه اللي انا ماسكاها دي زي ما انتوا شايفين كده اهي، شرايح شرايح اهو. تمام، هنقطع الشرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين نقطعه صوابع الحجم اللي انتي عايزاه. يعني عايزاه حجم رفيع، يكون تخين شويه، مفيش مشكله اللي يريحك. بس انتي لو عايزاه يقعد معاكي وقت طويل، تركايه مهمه، لو انت عايزه مخلل اللفت بتاعك يقعد معاكي وقت طويل، ممكن تخلليه سليم زي ما انت شايفاه كده، هو والجزر بالظبط، وتسيبيه يقعد معاكي وقت طويل. مفيش مشكله، وقت بقى ما تيجي تفتحي عليه تطلعي اللفتايه تقومي تقطعيها زي الحجم اللي انت عايزاه. اما لو انت عايزه مستعجله عليه وعايزاه بعد اسبوع او شهر او 2، تقطعيه الحجم اللي انت عايزاه بالشكل اللي انت شايفاني بعمله دوت قدامي، زي ما انا بعمل كده قدامك بالظبط. تمام، انا قلتلك التركية المهمة في تخليل اللفت والجزر اللي تخليه يقعد معاكي لسنة واكتر زي ما انت عايزة. ممكن عايزاه وقت طويل لحد رمضان كمان، تخليلي اللفت سليم زي ما هو، بس نغسله ونوضبه زي ما انت شفتي. انا شلت الطين منه وغسلته كويس ووضبته زي ما انت شايفه، والجزر نفس الحكايه، وتخليليهم سلام زي ما انا قلتلك. اما بقى لو انا عايزاهم مستعجله، هقطع اللفت والجزر بالشكل اللي انت شفتيه ده. بعد بقى ما خلصت تقطيع اللفت والجزر بالشكل اللي قدامكم ده اهو، طبعا احنا غسلينه كويس جدا، غسلين اللفت وغسلين الجزر كويس جدا. تمام كده. بعد بقى ما خلصت التقطيع، هجيب بقى طبق او بولة واجهز بقى المحلول بتاعنا اللي احنا هنخلل فيه اللفت والجزر. جبت ميه عاديه خالص، ممكن تغليها وتسيبيها لما تبرد خالص، وهنزل بمعلقه ملح ومعلقه سكر، ونزلت بنص كوبايه خل زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين من الدقه بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها في فيديو التفريزات. انا بحبها جدا، الدقه دي جميله قوي على فكره، بتخلي طعم المخلل بتاعك حلو قوي قوي، بتنقله في حته تانية خالص. الدقه دي اللي انا قلت لكم عليها في فيديو التفريزات، اللي هي توم وشطه اهي، توم وشطه وملح. تمام، جبت بقى المخلل بتاعنا اللي هو اللفت والجزر، نزلت عليهم بكام عود كده كزبره وشبت، وكان عندي شطه حمراء من اللي انتوا شايفينها دي، وقطعت بنجرايه واحده بس بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي، وابدا اقلبهم كده مع بعض زي ما انتوا شفتوا. تمام، جبت برطمان بتاعي اللي انا هعبي فيه المخلل، بس اهم حاجه تكوني غاسلاه بميه سخنه جدا ومعقماه كويس قوي، علشان ما يحصلش عفونه معاكي في المخلل ولا اي حاجه. تمام، زي ما انتوا شايفين هبدا اعبي اللفت والجزر بقى والشبت والكزبره والشطه الحمراء اللي احنا حطيناها، بيبقى طعمه رهيب رهيب جميل جدا جدا، جربيه هيعجبك. بعد بقى ما مليت البرطمان بالكميه المخلل اللي احنا هنخلله، هجيب بقى المحلول بتاعنا اللي احنا جهزناه، وابدا انزل بالميه واحده واحده، املي البرطمان لحد ما يتملى.
في تركاية مهمة برضو لازم اقولك عليها، كل يوم او 2 تقلبي البرطمان. يعني ايه؟ انت ما تغطي البرطمان تقلبيه من تحت، تقلبيه على وشه شوية وتقلبيه على ظهره شوية علشان ما يوصلوش عفونة. تكوني قافلاه بغطا محكم زي ما انت شايفة كده. انا مليت المية لحد ما وصلت للاخر. جبت كيس شفاف من بتاع التلاجة او اي كيس شفاف زي ما انت شايفة او منديل شفاف، وقفلت الغطا كويس وزي ما انت شايفة كده. تاني يوم اقلبي وقفيه على الغطا، تاني يوم اقلبيه وقعديه عادي على الترابيزة او الرخامة بتاعتك عادي. ليه بقى التركية المهمة دي يا زوزو؟ علشان ما يعفنش معاكي وما يحصلش عفونة في المخلل بتاعك. تمام. بعد ما خللنا الليفت والجزر نخش بقى على تخليل القرنبيط. جبت قرنبيطايه حلوه جدا، قطعتها وردات صغيره، حطيت معاها جزرايه مقطعاها شرايح، حبه شبت وكزبره خضراء وشطه حمراء وبنجرايه قطعتها برضو شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتقطعيها وردات صغيره جدا المقاس اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه ما تبقاش وردات كبيره. ومفيش حاجه تعمليها في القرنبيط اكتر من ان انت تغسليه بس، مش اكتر. لا تسلقيه ولا تعملي فيه اي حاجه، لان لما بتسلقيه وتيجي تخلليه طعمه بصراحه بيبقى وحش جدا. انما انا عملته بالطريقه دي حلو قوي قوي اهو زي ما انتوا شايفين. هبدا جبت البرطمان بتاعنا اللي احنا معقمينه وغسلينه كويس جدا بميه سخنه ومنشفينه، وبدأت امليه بالقرنبيط والجزر والشطة والكزبرة الخضراء والشبت الاخضر اهو، والبنجرايه بتاعتنا. طبعا محلول بتاعنا اللي انا عاملاه الليفت بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. عملت به الليفت وعملت به القرنبيط اللي هو ايه، ميه من الحنفيه ممكن تغليها وتسيبها تبرد خالص، معلقه ملح، معلقه سكر، نص كوبايه خل، وتقومي تحطي معلقتين او معلقه ونص من الدقه بتاعتي. الطريقه بتاعتي موجوده في فيديو التفريزات، حلوه قوي قوي. الدقه دي انا بستخدمها في كل حاجه، في كل الاكلات انا بستخدم الدقه دي، جميله جدا ومسهله عليا كل حاجه. بملي البرطمان بتاعي اهو محلول التخليل. خلاص اجيب كيس شفاف، كيس تلاجة او عندك منديل شفاف زي ما انتوا شايفين كده، وقفلت الغطا باحكام. برضو ممكن تاني يوم اقوم قلباه مخليه الغطا تحت، يعني اوقفه على الغطا واخليه ظهره لفوق، بحيث ان مش عايزه يحصل فيه عفونه خالص. شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جدا جدا، وطريقه سهله ومش مكلفه خالص. كلنا عارفين ان المخلل وجبه معانا اساسي في سفره رمضان، في كل الوجبات لازم نحط طبق المخلل معانا في سفرة رمضان. بعد بقى ما خللنا اللفت والقرنبيط والجزر وكده، نيجي بقى لتخليل الليمون. هنجيب ليمون اصفر اللي هو تكون القشرة بتاعته تخينة، ما تجيبيش الليمون الاصفر اللي تكون القشرة بتاعته رقيقة، لان ده بيمور كده، مش بيبقى حلو في التخليل. عشان زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الليمون تكون القشرة بتاعته تخينة ويكون لونه اصفر. ده مش هنسلقه لان انا عايزاه يقعد لرمضان وعايزاه يقعد لوقت طويل، فانا جبته زي ما انتوا شايفين كده، غسلته. هبدأ اقطعه بالسكينة 4 اهو زي ما انتوا شايفين كده. هفتحه 4 بالطريقة دي اهو. تمام كده يا بنات. يلا بقى جهزوا تخليلات رمضان، ما عادش وقت، احنا الايام بتجري، ما عادش وقت على رمضان والمخللات اساسيه معانا، فلازم نعمل ليمون، نعمل اللفت ونعمل الخيار والجزر والقرنبيط زي ما انتوا شايفين كده. بفتح الليمون 4 اهو بالطريقه دي. شايفين قشره الليمونه تخينه معايا ازاي عشان تتحمل معايا. بعد بقى ما خلصت التفتيح اهو، انا بوريها لكم اهي بالظبط. بعد بقى ما خلصت تفتيح الليمون معانا 4 كده اهو. تمام. هنجيب طبق او بولة زي ما انت عايزة. هنجيب، انا جايبة كيس ملح اللي هو كيس الملح الناعم من السوبر ماركت. تمام. هتجيبي كيس ملح ناعم من السوبر ماركت. خلاص.
هننزل على الملح الناعم بتاعنا بايه؟ بحبة البركة. انا جايبة ب10 جنيه حبة بركة، بصراحة فاض منهم، يعني ما تكتريش. تركاية مهمة في تخليل الليمون، ما تكتريش من حبة البركة في تخليل الليمون. ليه بقى يا زوزو ما نكترش بحبة البركة؟ عشان لونها بيخلي الليمون اسود. لما تكتري من حبة البركة بتخلي اللون الليمونة مغمق كده، مش لونها بيبقى ذهبي ومصفر، لا بيبقى لونها اسود، مش بتبقى حلوة. انما لما تقللي من حبة البركة، كتري من العصفر. برضو جبت ب10 جنيه عصفر اهو زي ما انتوا شايفين كده. قلبت بقى حبة البركة مع العصفر مع الملح وقلبتهم كويس. اجيب بقى معلقة شطة او معلقة ونص شطة كده، تبقى حراقة زي ما انتيش عايزة الشطة، مش مشكلة. شطة حمرا برضو من عند العطار، مش مهم تحط شطة، اللي يريحك. عايزة تحط شطة حطي، مش عايزة تحط شطة مفيش مشكلة. تمام كده. هجيب البطرمان بتاعنا الازاز، طبعا غسلينه كويس جدا ومعقمينه اهم حاجة، علشان مخلل الليمون ده هيقعد وقت، وانا مش عايزة يحصل فيه عفونة او لونه يغير. فغسلته بميه سخنة، جففته كويس. هجيب الليمونة بتاعتنا وافتحها كده وابدأ احشيها من جوه بالملح والعصفر وحبة البركة والشطة اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا عملت كذا واحدة اهي قدامكم علشان تبقوا معايا. تمام. الطريقة دي حلوة قوي وبيقعد معاكي وقت طويل وبتحافظ عليه. تمام. اجيب البرطمان بتاعنا وابدأ ارص الليمون فيه زي ما انتوا شايفين كده. الليمونة تبقى واقفة جنب الليمونة والليمونة فوق الليمونة بنفس الطريقة وبالشكل ده. تمام اهو. بعد بقى ما مليت البرطمان بتاعي بالليمون اللي انا خللته اهو، لسه ما حطيتش المحلول بتاعي. ادي شكل الليمون اهو بوريها لكم. تمام. خلاص انا مليت البرطمان كامل اهو قدامكم. هنيجي بقى بشرت جزرايه، بصراحة بتبقى حلوة قوي. بشرتها وبدأت احطها على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن برضو تاخدي من البشر وتحطي بين طبقة الليمون والتانية، ممكن ترشي حبة جزر مبشورين زي ما انت عايزة. انا حطيت على الوش كده بشر جزر وبدأت انزل بمية من الحنفية عادية خالص. فين يا زوزو الملح وفين الحاجة؟ طب ما احنا حاطين الملح وحاطين الشطة وحاطين العصفر في الليمون، مش محتاجين ان احنا نحط حاجة في المية. انت بتحط مية من الحنفية عادية، برضو ممكن تغليها وتسيبيها لما تبرد خالص وبعدين تملي البرطمان بتاعك بالمية. بنسيب ربع البرطمان علشان انا هحط كوباية من الزيت، زيت عادي من اللي انت بتطبخي بيه، ولا يا سلام بقى لو عندك زيت زيتون بيبقى رهيب وجميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده عصرت 3 ليمونات في الخلاط بدون مية، ما تحطيش عليهم مية، وابدأ احطهم على وش كده البرطمان بتاعنا من فوق. ليه بقى يا زوزو؟ علشان بيحافظ لك على تخليل الليمون وما يخلوش يعفن خالص ولا يسيبوا اي حاجة، ويقعد معاكي بقى وقت طويل. هو والزيت وعصرة الليمونتين اللي على الوش دول بيحافظوا على تخليل الليمون ويقعد معاكي وقت طويل. طبعا فاض معايا شوية ملح وحبة البركة وعصفر والشطة، حطيتهم على الوش كده من فوق اهو زي ما انتوا شايفين. تمام كده اهو. خلاص هجيب بقى هنا كيس شفاف او منديل شفاف زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب الغطا بتاعي واقفل البرطمان بتاعنا باحكام ونسيه بقى على الرخامة يقعد معاكي. بصراحة انا بسيبه يقعد معايا وقت طويل، يعني انا كنت مخليلاه من رمضان السنة اللي فاتت، قعد معايا للايام ديت وكان طعمه حلو قوي وجميل جدا. بس تركية مهمة زي ما قلت لكم، ما تكتريش حبة البركة علشان بتغمق لون الليمونة ومش بتخلي لونها ذهبي زي ما احنا عايزين. تمام كده. وادي مخلل الليمون